السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابع قناة مجنون حلاقة، كل سنة وحضراتكم طيبين. فيديو النهاردة عن باكج أنا سميته باكج العتاولة، لأن في مكانتين جامدين جدا، عتاولة بجد مش أي كلام. أقوى مكنة تدريج مع أقوى مكنة زيرو موجودين في السوق المصري حاليا. هقول لك خلال الفيديو إزاي دول أقوى مكانتين موجودين في السوق. ده موضوع الفيديو النهاردة، باكج العتاولة، اقوى مكانتين تدريج وزيرو. المكنه 001 الغنيه عن التعريف، الشهيره جدا، اللي الحمد لله ثبتت كفاءه عند كل واحد اشتراها، وانا شخصيا بقول عنها انها اقوى مكنه تدريج موجوده في السوق المصري. والمكنه الثانيه اللي معاها هي 977 مكنه زيرو بنفس قوه مكنه التدريج ال 001. تعالوا نفتح العلبه ونشوف المنتج من جوه شكله ايه والدنيا من جوه عامله ازاي. بمجرد ما بتفتح العلبه بتشوف عظمه. ادي المكونات اهي كلها، المكنه الكبيره ال 001 والمكنه الصغيره 977، ومعاهم كل واحده معاها قاعده شحن والمزيتا، وصلتين شحن، 10 درجات للمكنه التدريج و4 درجات للمكنه الزيرو الصغيره. تعال بقى نشوف كل حاجه لوحدها كده شغلها عامل ازاي. 001 اقوى مكنه تدريج من وجهه نظري. كل واحد حر بقى في رايه وكل واحد حر في كلامه. انا راجل حلاق واشتغلت بالمكنه دي، عايز اقول لك المكنه دي بتخدم معايا بنفس شغل وخدمه المكن الامريكي. بتعوضك كحلاق عن الشغل بتاع المكن الغالي جدا، وبتدي لك نفس نتيجه الشغل اللي انت عايزه. اي حاجه انت محتاجها في الشغل كتدريج المكنه دي بتخدمك فيها وبتديها لك بكفاءه عاليه جدا. تشغيل المكنه زي ما احنا عارفين، والترس المتحرك ده اللي بيوصل لي سرعات المكنه لحد 9000 لفه في الدقيقه، من اول 7000 لفه لحد 9000 لفه في الدقيقه. السلاح بتاعها سيراميك، الدراع تكات، فيها الكشاف الجميل اللي احنا عارفينه ده، وطبعا سوكة الشحن وقاعده الشحن بتاعتها. ادي قاعده الشحن، قاعدة الشحن بتاعتها اللي تقدر تشحن عليها المكنة بتاعتك سواء من القاعدة أو من المكنة للشاحن على طول دايركت، الاتنين شغالين معاك. الناس طبعا شغلها، الناس اللي شافوا الريفيو بتاعها، بتدي لك شغل متواصل حوالي 5 ساعات، 5 ساعات متواصلين شغل حوالي 300 دقيقة. حاجة قوية جدا محترمة جدا في التدريج. والدرجات بتاعتها تبدأ معايا من أول درجة النص لحد درجة ال 24 مللي. تخدمك في الشغل بكفاءة عالية جدا. اللي بتحتاجه في مكنة التدريج هتلاقيه في المكنة دي. تاني حاجة معانا في الباكج هي المكنة 977 نفس ال 001. بص المكنتين مع بعض عاملين ازاي، شغل الاتنين كده وشوف شغلهم. تحف بجد، في جي ار بتعمل شغل عظمه. المكنه 977 دي زيرو موس، بتديك زيرو لاقصى درجه ممكن تتخيلها، زي 1949 وزي 990 اللي شرحناهم قبل كده. لكن هنا الموضوع مختلف في الموتور وفي التشغيل. لما بتشغل المكنه بتدي لك اقل درجه لتردد الموتور بتاعها 6000 لفه، بتعلي الترس ده لحد ما بيوصل معاك ل 8000 لفه كاملين. طيب ما 990 نفس الكلام، لكن الترس اللي فيها مش بيتحرك، ما بقدرش اتحكم فيها الا بدرجتين اتنين، 7000 و8000. لكن هنا من اول 6000 يعني درجه اقل للناس اللي شغاله ايديها بطيئه شويتين، لدرجه اعلى اللي هي 8000 بتحكم كامل في الترس بتاعها. وبرده الكشاف موجود في المكنه نفسها، ومعاها هي كمان قاعده شحن، تقدر تشحن المكنه من خلالها او من خلال الشاحن دايركت على طول. كل مكنه ليها وصله شحن خاصه بيها، وكمان الكاوتشه الجميله اللي بتحافظ بيها على مسكه المكنه عشان ما تقعش منك ولا تسيب منك. وكمان معاهم راس الشاحن نفسها. راس الشاحن الناس بقى اللي محتاره يقول لك اشحن المكنه على ايه، شاحن بطيء ولا شاحن سريع؟ معاك اهي راس الشاحن نفسها، تقدر تستخدمها للمكانتين الاتنين مع بعض. المكنه الزيرو معاها 4 درجات من اول 1.5 مللي لحد درجه ال 6 مللي. برضو مش هتلاقيها في مكن زيرو كتير، موضوع ال 6 مللي ده مش هتلاقيها كتير. ال 990 مثلا كانت بتدي لك لحد 4.5 مللي. الوحش الصغير ده بيدي لك درجات لحد 6 مللي كاملين. واخيرا بقى الكماله اللي كانت نازله مع 001، علبة الزيت. للناس اللي بتقول لك لو خلص الزيت عندي هجيبه منين؟ عندك ازازة زيت تكفيك سنة بحالها، مش هتفكر في الزيت هتجيبه منين. وطبعا فرشة التنظيف الجميلة دي اللي الناس بتستخدمها بعد الزيرو، او تنفع كمان لتسريح الدم. باكج جامد جدا، انا سميته باكج العتاولة. لو اشتريت ال 001 لوحدها سعرها الحالي متوسط 2450، وال 977 متوسط سعرها النهارده حوالي 1750 جنيه. لو طلبت الاثنين مع بعض في الباكج نفسه من عندنا من مجنون حلاقه هيبقى فيه توفير جامد جدا ان شاء الله موجود عندنا. وهسيب لحضراتكم العنوان تحت الفيديو،
ورقم التواصل على الواتساب. تحياتي ليكم، كل سنة وحضراتكم طيبين، واستنونا في ريفيوهات تانية جامدة جدا على منتجات تستحق نعمل عليها ريفيوز. سلام.